بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد مع شيوة سيدة الدار. كيف نتوما المشاهدين ديالي العزاز؟ كيف نتوما؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وقبل ما نبداو كما ديما نصليو على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. كما وعدتكم دائما، قلت لكم غنزل معكم الحلويات ديال العيد. اليوم نزلت معكم واحد 3 الاشكال، هما عجينه واحده وعملت 3 الاشكال. نوعوا لوليداتكم وبساطين وحلوه بلا طحين وساهله بلا تماره بلا ماكينه بلا والو، وسهله وكتجات باش نقولوا روعه. وحتى الثمن ديالو غنقول لكم اللي كيخدم على راسو كما وعدتكم. وغادي صورت مع البنات، صورت طريقه العقده ديال اللوز. انا صورت دابا نزلها معكم باش كما قلت لكم صورت لكم طريقه العقده ديال اللوز، باش ملي غنعمل معكم شي حلوه ديال اللوز غنقول لكم قد هاد العقده، لان كتكونوا ديجا عارفين العقده شنو فيها. باش وبالنسبه للبنات اللي دخلوا عليا في التعاليق، كانوا البنات طلبوا لي الفقاقس، طلبوا لي بشكوتو، طلبوا لي بعض الحلويات. ان شاء الله انا معاكم ان شاء الله كما وعدتكم. كتشوفوا البنات جات غزاله حلوه ساهله الخدمه، البنات ساهله. وحتى الثمن انا غنقول لكم الثمن وسهله وبسيطه. وما هنايا المهم عجينه واحده وعملنا بها 3 الاشكال، وكل شكل عملنا له المذاق وجات فنيونه. والمكونات بساطين، خليكم مع المقادير والطريقه تاعها. 250 غرام بالكوكو، هذه دخلوها لكم، ما خليوش يتحمر بزاف، غير هيدي قدامها. بالنسبه عندي 250 غرام بالكوكو. بالنسبه للمقادير، مقادير بساطين، حلوه سهله البنات، وتزينوا الطاوله ديالكم نهار العيد ان شاء الله. عندي هنايا فتيته الزنجلان هانتوما كتشوفوها، عندي فتيته بالشوفان، عندي فتيته الزنجلان ابيض، عندي واحد كاس السكر كلاص هنا 100 غرام وزنتها، عندي هنا هاد النهكه البرتقال، عندي النهكه الناطا، عندي هذه الزهره، وعندي الزبده، وعندي كاس اللوز. وسهله هاد الحلوه البنات، سهله. المهم البنات، اول حاجه غادي نطحنوا هاد الكاوكاو وهاد اللوز. هاد اللوز البنات محمر، هاد اللوز بلدي محمر. هذا اللوز اختياري، بغيتي تعملوه عملوه، ما بغيتوش تبقيوه كاع ما تبقيوه، كيبقى اختياري. انا غير غنوريكم القياس الصغير، ولكن يمكن لكم تعملوا بالنسبه للبنات كيما كتشوفوا. صافي شبرت داك اللوز وداك الكاوكاو. قلت لكم 250 غرام د الكاوكاو، 100 غرام د اللوز. داك كويس اللوز العنب هذا كيبقى غير الاختياري، بغيتو تزيدو ما بغيتوش تزيدو. صافي 100 غرام د السكر كلاص. كنعملوه في هذا الهاشوار هذا، كنطحنوه مزيان. نعملتو غير في الهاشوار، الماكينه وحده تخسرت لي في الهاشوار. كنحاولوا نطحنوه مزيان جيدا باش يتطحن. كما قلت لكم هاد النوع د الحلوى ما كيديش الطحين، كتمشي بلا طحين. صافي بعد ما طحنت هاد العناصر نتوما كتشوفوا، بعد ما طحنت داك الكاوكاو والسكر كلاص وداك اللوز كنطحنوه. من بعد غنضيف الزبده. بالنسبه للبنات القياس الزبده ما نقدرش نقول لكم الزبده القياس، لان الزبده كيبقى على حسب، كاين الزبده اللينه، كاين الزبده اللي شحته، على حسب هذا. صافي غنعمل الزبده، غنعملها غير كيف كتقول واحده عيني وميزاني. ما هذه انا كنعمل وانا كنشوف. المهم ما غادي نخلي، ما غتخافوهاش، نخليوها واقفه مع هو الكاوكاو اصلا كيطلق الزيت. صافي بعد ما عملت الزبده هانتوما كتشوفوا تجمعوا هاد العناصر مزيان بهاد الطريقه هذه. صافي غنجمعوهم هايدا كما كتشوفوا، وجات مزيونه البنات والله. الا جات شي حليوه باش نقول لكم ما تحقروهاش بالكاوكاو. كلكم عقلكم راه حتى الكاوكاو راه مزيون، غير ما يكونش محروق. حاجه واحده نوصيكم دائما، لا اللوز ولا الكاوكاو ما تحمروهمش. ملي كيتحمر، شتي اللوز الا تحمر لك بزاف كيمشي له المذاق ديالو. وكذلك الكاوكاو ما خصوش يتحمر، يبقى غير مذهب. صافي هاد العجينه كما كتشوفوها هايده. صافي هادي غنقسمها على 3، واحد الطرف غنعمل فيه المذاق ديال الناطا، واحد الطريف اخر غنعمل فيه المذاق ديال البرتقال، وطريف اخر غنعمل فيه الزهره، المذاق ديال الزهره من داك الخميره ديال الزهره، المذاق ديال الزهره عاود كيجي مزيون. صافي والتزيين انا قلت لكم انا زينتهم هما عندنا عجينه واحده، ولكن انا خرجت منها 3 د الشكالات.
كيبقى عادي. عندكم غير الزنجلان عملوا الزنجلان، عندكم غير الشوفان عملوا الشوفان، ما عندكم الزنجلان عادي عملوا. صافي واحد الشكل غادي نفندوه في الشوفان، وواحد الشكل غنفندوه في الزنجلان ابيض، وواحد الطرف غنفندو عاود في الزنجلان اللي عادي. ساهل ساهل البنات، الطريقة كما قلت لكم البنات الطريقة ساهلة والحليوات مزيونين بساطين، المكونات ديالهم ساهلين. كنحاول نعمل معاكم الحاجة ساهلة بالنسبة للإنسان اللي عنده اللي ما عندوش. المهم حليوات ساهلين 250 غرام، ما غادي حتى شي واحد ما غادي مش حاجة بسيطة. هذه اللي قلت لكم هاد الساشي د الزهرة. صافي هذه عاود عملت صافي الطريقة ديال التفنيد البنات هانتوما كتشوفوا. صافي كنكبوا الزنجلان ولا الشوفان ولا هذا وكنعملو. والطريقة اللي غنوريكم البنات ملي يكون عندكم الخدمة بزاف، يكون عندكم لي كوموند البنات ماشي تكوروا واحدة وتفندوها. عملوا طلقوا الزنجلان ولا طلقوا المهم الحاجة اللي غادي تفند فيها، وكنكوروا كلشي باش تسهل علينا الخدمة. أنا كنوريكم الحاجات اللي يسهلوا عليكم الخدمة ديالكم. صافي نتوما شفتوا كورت اللي عندي ديك الكمية، واخا كمية صغيرة وانا كنهضر بالحق على الكمية كبيرة. صافي فندتها في هذا الزنجلان، ومن بعد غادي الطريقة كيف الأولية كيف الثانية. صافي كيف ما عملنا الأولية غنعملو الثانية. صافي عاود هادم كذلك عاود غادي نعملها عاود في الشوفان، واخرى في الزنجلان أبيض. وهذا هما الحليوات ديالنا، وإن شاء الله أنا غنبدا معاكم الحليوات البنات. دابا هادو بساطين أو المكونات رخاصين، ولكن أنا غنبدا معاكم الحليوات د اللوز اللي غاليين. كما قلت لكم البنات إن شاء الله ننزل معاكم عاود الحليوات د اللوز، ننزل معاكم شي حاجة مزيونة البنات في قصات إن شاء الله. عاود دابا ننزلو معاكم. المهم البنات هادو هما الحليوات ديالنا. كما قلت لكم صافي بعد ما كملتهم وجدتهم ودخلتهم للفرن. الفرن ديالنا كنسخنوه من الفوق ومن تحت، ودائما كنقول لكم الفرن كيبقى على حسب واحد عنده الغاز واحد عنده الضوء. صافي وانا ما زينتهمش حتى هما هادو، حتى الا بغيتو تزينوهم دابا منين يطيبوا لكم مره بغيتو تعملوا لهم الشوكولات، بغيتو تعملوا لهم شي وريدات من الفوق تعملوا، ولكن انا خليتهم عاديين. وهذا هو لا فيديو البنات. وما نساونيش بداك البصيمه دغيا. الله يجازيكم اللي كيشوف الفيديو ينزل بصيمات الخير. انا قلت لكم البنات الله يجازيكم، الله يجازي كل واحد، والله يعطيكم ما كتمنوا. ما تنساونيش بداك البصيمه الخير، داك البصيمه الخير اللي كيشوف الفيديو ينزل داك البصيمه الخير وشي تعاليق كيف ما كتحفزوني دائما. جزاكم الله خيرا.